السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم رح نعمل المقلوبة مع بعض. طبعا المقلوبة إلها كتير طرق، نحن بنحب نعطيكم طريقتنا، يعني طريقتنا نحن غير عن الكل. المهم هنا أول إشي بدنا نسلق الدجاج بنحط له بصل، قرنفل، كمون، هيل، يعني مطيبات اللي بيحتاجها للدجاج لحتى يعطيه طعم زاكي. كل واحدة غير. بعدين احنا هون بنحب نسلو، يعني ما بنحب نحطه مرة واحدة. يعني اول اشي هون حطيته في طنجرة الضغط، احسن واحدة. ليش؟ لانها بتطلع الاشي زاكي ومستوي. يعني هون حطيت اول اشي زيت نباتي، بعدين حطيت بصل، وهون عنا الملح والكمون والفلفل الاسود والقرنفل والهيل زي ما حكينا. طبعا بحب انا اخليهم يعني يتقلوا دقيقتين حتى يعني تعطيها طعم زاكي، حتى هيك تطلع النكهة فيهم. وبدي احط هون الدجاج. عندي انا الدجاج هون بحب كمان اقليه كمان يتبل معها دقيقتين ل3 دقايق. اوكي، هون بعد ما بحب انا يعني اخليه يتبل، بحط عليه مية لحتى تغطيه. ليش؟ ولحتى استخدم المية في الرز، بعطيها طعم زاكي. بعد ما حطيت هون المية عليه وحطيت الهيل والبهارات كلياتها، هسا حغطيها في طنجرة الضغط او في الغطاء تبعتها الخاصة فيها. اوكي، بعدين هون احلى فقرة، لانه هاي الفقرة حنحكي فيها كتير شغلات. يعني مادام انا قاعدة بقشر وحنحكي يعني في كتير حكي حنحكيه. المهم هون انا عندي باذنجان وعندي زهرة طبعا، يعني ما في حلوات، يعني طازة جايين. اوكي، المهم انتو كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو بتعملوا؟ طبعا نحن عنا هون دراسة، يعني عنا هون دراسة وفي امتحانات. طبعا ماما كمان تعبانة، كتير تعبانة، ادعوا لها. ما في غير مرض خفيف، تغيير جو بس، اشي بسيط. وبعدين هون بعد ما قطعت الباذنجان دوائر، وما بنحب قشره، في ناس بتحط مع قشره. جبنا هون الزهرة. هاي الزهرة كتير كبيرة فما استخدمناها كلها، الكمية كبيرة. طبعا انتو احكوا لنا كيف بتحبوها. طبعا إلها طرق كتير، في ناس بيحطوا عليها بندورة، في ناس بيحطوا عليها حمص، في ناس بيحطوا عليها بصل شرائح، مو مع الدجاج، لا مع الرز نفسه، يعني مع الرز نفسه وبس. واحكوا لنا انتو يعني ايش حابين نحن نعمل لكم، اكتبوا لنا هيك، بنحبنا يعني نطلع على الكومنتات، نرد عليكم ترد علينا، حلو يعني، بحب هيك نرد يعني. وهون بعد ما قطعتها كتير، يعني ما شاء الله كمية كبيرة. وطبعا سامعين صوت العصافير بزقزقوا، صوت العصافير يزقزق. اوكي، وطبعا هدول ايدين اختي ملك الله يسعدها، اللي يعني بتعمل لنا اجواء بالبيت. وهون حطيت على الزهرة ملح وكمان مي لحتى تنقع. ليش؟ لحتى تنقع. وهون عنا دجاج حطينا ملح وفلفل اسود، ما بنحب نحن غير هيك يعني، بس هدول اللي بعطوهم طعم زاكي. طبعا بعد ما سلقناه، طبعا ما تخافوا من شكله ما بخوف، بس هيك بعد السلق يعني، ولا هو ما شاء الله كتير بيجنن. بعدين هنا بدنا نقلي، عنا الزهرة والباذنجان والبطاطا. احنا ما قشرنا البطاطا لانه نسينا نصورها يعني واحنا بنقشرها. اوكي، فبعد ما قطعتهم وخلصتهم، حطيت هون الزهرة، حميت الزيت اول. طبعا شو اسمه، القلاية سودا، يعني مش انه وسخة وابصر شو، لا هي بس لونها اسود. حطينا هون الزيت، خلينا يغلي غلي وغمرناه وقليناهم وخلصناهم. اوكي، بعدين حطينا هون الرز تبعنا بده نقع حوالي 5 دقايق. اوكي، وهون بعد ما قليناهم وحطيناهم ولسه بنقلي. اوكي، طبعا هون الزهرة انا بحبها تاخذ اللون الذهبي، ما بحبها اللون الاسود. في ناس بحطها لون اسود او يعني ابصر كيف يعني بتطلع معهم. وهون الباذنجان اجا دور الباذنجان. هون الباذنجان نفس الاشي، الباذنجان الا ما يطلع فيه مرارة، عشان ما يطلع فيه مرارة بننقعه كمان بملح ومي، وش اسمه بنصفيه كمان في المحرمة او الفاين. وهون البطاطا بنسترها، حطيناها في قلاية الكهرباء. بعدين لساتنا هون بنقلي في الباذنجان والزهرة. نعم، الباذنجان والزهرة
طبعا كتير أخذ وقت الصراحة، فسرعنا الفيديو شوي يعني لأنه كتير كانت. لساتنا هون بنقلي. طبعا ما شاء الله شكلهم حلو. يمكن الباذنجان يبين عندكم على الصورة إنه لونه أسود، لا أو محروق، لا هو مش محروق ولا لونه أسود، هو ماخذ اللون الذهبي، فيمكن طالع على الكاميرا غير، مع إنه على الحقيقة غير كمان، يعني لون ذهبي مش محروق وبس. وهنا لساتنا بنقلي يعني. الموضوع كتير الصراحة أخذ وقت، وطبعا الدنيا حر، في ناس عندها برد، نحن عنا حر، احنا عنا هون بالإمارات حر، ما في عنا إشي اسمه برد، يعني قليل ما يجي برد، يعني احنا في راس الخيمة يعني ما بيجينا هنا كتير، نحن بيجينا هوا. أما لا، المناطق التانية أو الإمارات التانية ما بيجي عليهم، ما بيجي فيهم نسمة هوا. وهون بعد ما قليناهم طلعوا شكلهم كتير حلو. وهون هسا للرز لحتى نتبله بنحط كمون، بنحط هيل مطحون، بنحط ملح، بنحط بهارات السبعة، في ناس بتحط اللي بدها اياه كمان، وبنحط هون شوية قرفة. يمكن ما بيناها عندكم كمان، نسينا نصورها، يعني نسينا نحطها اصلا بالصحن ونصورها يعني ايش هي المكونات. فبس ان شاء الله تعجبكم وكملوا الفيديو، لانه اخر اشي حتطلع الصورة بيتجنن. طبعا احكوا لي شو عندكم، شو متى اجازتكم؟ نحن اجازتنا في الصيف، طبعا استنونا في الصيف، في شغلات بتجنن. وهون بعد ما تبلناه حطينا الطنجرة، حطينا عليها زيت، وحطينا عليها سن توم صغير. ليش؟ لأنه بعطيها زكاوة، كتير زاكي. بعدين حطينا الرز وضلينا نتبله، يعني يتحمص، مش يتحمص يعني يتبل كمان مع طعمة التوم. وهون بعد ما شلناه من الطنجرة، خلينا نفسها هي الطنجرة هاي، اوكي، حطينا فيها نتفة رز. بعدين صرنا نصفت الخضروات، بس هم الثلاثة، البطاطا والزهرة والباذنجان. طبعا حطينا الزهرة، بعدين بنحط الباذنجان، بعدين آخر إشي بنحط البطاطا. في ناس بتحط خضرة بعدين رز، بعدين خضرة بعدين رز، لا نحن ما بنحب هيك، نحن خلص مرة واحدة. وفي ناس بتحط الدجاج أول إشي، نحن ما بنحبه هيك، نحن بنحبه مشوي. في ناس بتحطه هيك، ومرات ما بطلع معهم يعني زاكي، بطلع معهم شوي ني. لأنه ليش؟ لأنه ما بعرف كيف، بس إنه بطلع ني يعني. وهون حطينا آخر إشي الرز. وبعدين من هون تتذكروا ما حكيت لكم بأول فيديو ليش بنحط مية الدجاج وما بنستخدمها، ما بنكبها، بنحط عليها مية الرز. ليش؟ لأنه بعطيها زكاوي كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. في ناس بتحط مية عادية، لا تحطوش مية عادية. بعدين هون بنحب هيك نغمره، يعني نغمره تغمير. وهون بعد ما حطيناها طبعا شكلها حلو، وهي الشكل النهائي، وهي لساتها بالطنجرة. واخر اشي هون بالصدر، طبعا كتير زاكي ما شاء الله، كتير حلوة. وبس هسه بدي اودعكم، ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب، وما تنسوا تضيفون على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك. سلام.